على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي.
السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطقى الأذقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أطقى الأذقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معادن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا
حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأشوا وأذهب رانا صلى الله عليه. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به من دانا صلى الله عليه. ورحمة المولى تأمل قوله فليبرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أغشانا صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وقيقظانا صلى الله عليه. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تمترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروذيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا ظهر الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي
يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعفى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حرب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا
وسندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد والسادات من مضري غيث أهل البنو والحضر صاحب الآيات والصارين منبع الأحكام والحكام يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله دعوته في القطب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعزم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشافعين عن قط لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من مؤت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغضب
يمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم بربه الأسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقد ميلد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز بسمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع وملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وكيسان أصنام وشركين
وبنا شركي تصدع وذنا وقت الهداية برسول الله وبما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما عندها من هون أفضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جند الحسين والأذى مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والأذى مرحبا فلها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وطنا شفعت شفاع والهذا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والهذا مرحبا فعليك الله صلى ما بدا نورا وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله
العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داع عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله كفينا كل البلايا الله ودفاع آفات ورفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وفينا يا رب غيثنا بحياة القانية واخدم العمر بحسنا وحسين العقبة ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمل أحمد طهرا وآله وصحبه من سلا شاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
Baik, bagi teman-teman untuk merapat maju ke depan biar yang di belakang agak bisa, yang datang bisa lewat. Tolong maju lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan telah bersama-sama kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah pada hari ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para sahabat-sahabat Irma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 12 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan 21 Rajab 1440 bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf yang akan menyampaikan pembahasan kitab Asy-Syawarid Wasyawahid. Kita mulai materi kuliah duha pada hari ini. Ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah ala hazihinnya wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengangkat tangannya, dan untuk akhwat yang ingin bertanya silakan menulis pertanyaannya di kertas lembar. Baiklah, marilah bersama-sama kita dengarkan materi kuliah duha Irma Palembang pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Raudi bin Husain Al-Kaf. Kepada Ustadz, wa alaihi fayatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi was sahbi wal ali, amma ba'd. Alhamdulillah bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Waktu tersebut untuk kita gunakan di dalam menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan waktu luang kita untuk memperdalam lagi apa perangai-perangai yang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita hari ini masih meneruskan pembahasan di kitab yang sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu, yaitu kitab Asy-Syawarid Wasyawahid. Yang di sini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengumpulkan banyak daripada kata-kata mutiara, petuah-petuah dari ulama, zuhad, anbiya, aulia dan lain sebagainya. Dan kita akan meneruskan pembahasannya yaitu dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rahimallahu saka fadla lisanihi wa badala fadla malihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang hanya untuk berkata-kata yang tidak perlu. Jika kita bagi omongan manusia ini, apa yang kita ucapkan sehari-hari, terkadang yang kita ucapkan merupakan kebutuhan yang sangat penting. Yang jika tidak kita ucapkan, maka kita akan berada di dalam bahaya. Nah, ini dinamakan ucapan yang merupakan darurat, harus diucapkan. Ada lagi ucapan yang tidak sampai kadar darurat, akan tetapi kita bakal kesulitan saja. Bakal tidak enak hidup kita jika kita tidak ucapkan. Karena di dalamnya mengandung informasi yang bagus,
atau memperingatkan orang lain untuk meninggalkan hal-hal yang jelek. Ini juga merupakan perkataan yang wajar jika kita ucapkan sehari-harinya. Namun selebih dari itu, maka ini dinamakan fudul. Selebih dari itu, omongan-omongan yang kalau seandainya tidak kita ucapkan, kita tidak akan ditanyai orang. Dan kalau kita ucapkan, orang tidak akan berterima kasih kepada kita. Omongan yang semacam ini dinamakan fudul. Ini daripada omongan